السلام عليكم. المغرب يعطي من جديد دروسا للعالم في معاني التضامن والإنسانية. يواصل المغاربة من داخل وخارج أرض الوطن حملة تضامنية وصفت بالأكبر من نوعها مع ضحايا الزلزال، حيث تحركت عشرات الشاحنات المحملة بأطنان المساعدات من مختلف مدن وجهات المملكة في اتجاه المناطق المتضررة، فيما يواصل مواطنون مد نقاط تجميع المساعدات بمختلف المواد وبأحجام وكميات حسب استطاعة كل متضامن. فالمغاربة دائما على استعداد للتضحية وتقديم كل ما يملكون في سبيل الوطن ومواطنيهم الذين فقدوا أهاليهم وممتلكاتهم. هذه القيم المتجذرة في الثقافة المغربية أبهرت العالم وجعلتهم يخرجون عبر فيديوهات يعبرون عن اندهاشهم وإعجابهم. ما عندكش تضامن، يعني هذا كله تاع تضامن ما عندكمش كيما المغاربه، ما عندكمش المالي فرنسي ما عندكمش. واش هو فهمني يا ماكرون، عندك الساعه دير لي العقليه هذيك من انا ماشي نسب فيك ما فرنسا. لا 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 عمي فرنسا. وانا شفتكم انا خويا، شوف نقول لكم واحد الحاجه، المغاربه في الحاجه هذه عطيت له واحد النظره للعالم كل ما عنده. شوف المخير في لو موند يقدر يعطيك في التضامن تاع الشعب المغربي. هذا هو الموضوع اللي دار اخويا. انا دتني الغيره كجزائري، شوف دتني الغيره. الشعوب كلها تضامن، بس التضامن تاع المغرب هذا ما داروش واحد في العالم، ما داروش حتى واحد في العالم حقيقه، ما تكذبوش خاوتي. اخويا انا نشوف الشعب كيما هكا نسكتوا. خوتي اولاد بلادي الجزائريين ولي خوتي العالم كلها ما تحشمش نورمال. داير لكم درس المغاربه ان شاء الله. نتمنى الشعوب تكون كيما هكا، والله تمنيت انا فرحت والله. غير شوف كي نشوف انا، لو كان نشوف هذا ليماج هذه عندي ولاد بلادي واقفين كامل كيما هكا. وقال لي قبيله قال لي وكيل انا التضامن المغربي هذا اللي داروا لا مقارنه لا مقارنه لا مقارنه لا مقارنه. لا خويا حنين مع بعضهم الربوب حنين خربت. خويا نعطيكم واحد الحاجه، شوفوا خوتي ما تقولوش هو يهضر لنا بالاخر. الشعب المغربي شعب ماهوش بخيل، هذه الحقيقه. الشعب الجزائري فيه شويه البخل، الشعب التونسي فيه شويه البخل، الشعوب العالم كلها فيهم شويه البخل. الشعب المغربي لا نتحداك. المغاربه يشتريوك بكلشي، يشتريوك شوف يشتريوك بالكرم نتاعهم. التضامن نتاعنا من تما ادعو له في سبيل الله، الدعاء فقط. ادعو لك ادعو لك ادعو لك. لا الجزائر ماكمش متضامنين، هذا الواقع. ماكمش متضامنين. لي زالجيريا كيما لي ماروكان بعد انا حسب تفكيري المغاربه كنت زيت عليهم واحد النظره، قلت هذو المغاربه كي شغل مع البراني ملاح وشو مع الشعب تاعهم الابس هذا غير لي وجهه النظر تاعي. لقيتهم في بعضهم حيلوني، في بعضهم اقوياء خويا، في بعضهم بعد شفت من هذا التعاطف هذا نتاعهم. ما كانش جزائري يفتح فمو ولا تونسي يفتح فمو ولا ليبي يفتح فمو ولا الاخر يفتح فمو. بلع فمك، لا ليبي لا تونسي لا مصري لا سعودي لا يمني لا سوري لا فرنسي لا بلع والله غير بلع والله. فرنسيا عبرت عن إعجابها بالتلاحم والتضامن الذي عبر عنه المغاربة، مؤكدة أن المغرب من بين البلدان الوحيدة التي لا تطلب المساعدة عند حدوث كارثة مماثلة. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais encore de nouveau souligner mes condoléances sincères à tous les Marocains, au peuple marocain qui a perdu des proches, leur maison, leur famille peut-être, leurs grands-parents qui cherchent encore après des personnes. Je suis de tout cœur avec vous, je prie pour vous. Et j'aimerais aussi souligner votre courage, votre volonté, votre pugnacité, surtout votre solidarité. La solidarité qui est entre vous, c'est incroyable. Parce que dans ma vidéo que j'ai mis précédemment, en fait, vous stipulez bien que vous n'avez pas besoin d'aide pour le moment, que vous allez en fait vous aider entre vous, que les aides sont bienvenues, mais que vous ne réclamez pas d'aide. Et en fait, je pense que vous êtes l'un des seuls pays qui ne demandent pas d'aide quand il y a une catastrophe pareille. Bravo à vous, je vous aime. ونشرت المغامرة البريطانية أليس موريسون صوراً على حسابها في منصة إكس وهي تتواجد في إحدى مناطق الزلزال معلقة عليها
ما أحبه كثيرا هو أنه لا يمكنك توقيف المغاربة، إنهم بلا مأوى هنا، لكنهم ما زالوا يشاركونني ضيافتهم، يعرضون علي الشاي وطاجين الدجاج. وأشادت أيضا بالروح القوية للمغاربة. لكم أنا هنا في أصلي وأنتم ممكن تشوف كل الخيمة. برافو على المغاربة، كل واحد عنده روح قوي. الناس هنا هم يعملوا الهواج لنفسهم، الحكومة كمان هنا. برافو عليكم، برافو عليكم والله معاكم. أما هذا الفرنسي من أصول برتغالية فيوجه كلامه إلى الغرب، مؤكدا لهم أنهم ربما قد يكونوا أكثر غنى ماديا من المغرب، لكن من المؤكد أن المغرب روحيا هو الأغنى، وطالبهم كذلك باتخاذ المغاربة كقدوة والتعلم منهم. Le Maroc va renaître de ses cendres suite au séisme. On voit là une solidarité énorme au Maroc. Et ce que je suis en train de voir, ce que je suis en train de constater, c'est que nous, les Occidentaux, on a énormément de choses à apprendre des Marocains. On a beaucoup de choses à apprendre des Marocains. Alors oui, nous, on est plus riches. On est plus riches. Tout ce qui est matériel, on est plus riches. Mais psychologiquement, on est beaucoup moins riches que les Marocains. On a énormément de choses à apprendre du peuple marocain. Et on devrait vraiment tirer énormément de leçons de leur façon de combattre ce séisme, cette perte humaine, perte matérielle. Nous, ça nous arriverait, on serait au fond du trou et on ne serait pas du tout solidaires les uns avec les autres. Vraiment très fiers du Maroc, très contents que le Maroc arrive à s'en sortir de cette façon-là. Courage la famille. Dima Maghreb. Salam alaikum, خوتي المغاربة. أنا بنان جلاجي متطوع. ما عندي والو، عندي الحرفة. اللي بغا يلتحق بينا من البناية والناس اللي فوق نمشيو نبنيو لدوك الناس السكان ديالو، هادشي باش غادي نسهل. خوتي المغاربة البناية المعلمين كاع في الكفا ديال الدوسان يلتحق بينا، نديرو جروب ونديرو سميتو الله يجازيكم بخير ونطلعو نبنيو لدوك الناس. السلام عليكم. الله يجعل فلوسها بركات علينا وحفظكم. ضحكوا. هذه هي الأمة. هذه هي الأمة. من ترابك، من مائك، من جبالك، من هوائك، من أريافك، من مدنك، من كل شجر وحجر يسكن أرضك يا مغرب. تشربنا السمو والسؤدد